رفيق باشا في التنفيذ، ضربة 7 أمتار للتعديل، وجانب من الجمهور التونسي سواء اللي مشى من تونس او المتواجد في ليبروفيل العاصمه الجابونيه، وينجح 4-4، 4-4. قلت مباراه يصعب التكهن، جاء الدفاع كما شفتوا والمباغته محمد الاحمر يغير المكان. شوفوا محمد الاحمر في كل وقت تلقاه على الثبات فوق الحارس. مروان شويرف بسرعه، شوفوا كيفاش الكره وقت اللي ترجع بسرعه، يعني كنا 5-4 وفيسع سجلنا 5-5، يعني يلزم فيسع اللعب احمد ومحمد احمد تكمل على الجناح. برافو عليك، برافو عليك يا اكرم يا ميساوي. المنتخب المصري ياخذ الفرق ولو مازال بكري، نقطة 2 ما هي حتى شيء في كرة اليد، لكن يلزمنا نرجعوا ديما في المباراة. وممتاز الهدف من محمد السوسي، هدف ممتاز برشا، لاعب مونبلييه الفرنسي رغم المحاصرة، محمد السوسي رغم المحاصرة، لكن اندفاع كبير من محمد السوسي وينجح في إعادة المباراة إلى التعادل 6-6. مازالت محاولات المنتخب الوطني التونسي مرة أخرى نلعبوا ب6 والحارس البرة، لكن حذاري الكرة يلزمها في حسابها. مين بنور ما فماش برشا زهر، يحاول الحارس طبعا من المرمى للمرمى لكن لا يرجع الميساوي، لكن مازال ما شدش بلاصته مليح. وبسرعه كانت تمريره حاسمه من علي الزين، ويبدو لي وقت مستقطع في وقته خذاه، يبدو لي سمعت المكان السوسي عمليه تقاطع. كمال العلويني طبعا يحسن الكونترا ويحسن المباغته، برافو عليك يا كمال العلويني. جهاد جاب الله لاعب دايره في المنتخب الوطني التونسي، توصل الكره ايمن التومي، ممتاز الهدف العاشر للمنتخب الوطني التونسي، 11 مقابل 10. دائما من هجوم المنتخب المصري على المرور من وسط دفاع المنتخب التونسي من لاك سنترال، ممتازه التسديده من علي الزين يسجل الهدف 12 للمنتخب المصري. هاي الاولاد نرجعوا في المباراه. الهجوم للمنتخب الوطني التونسي، رفيق باشا، اسكندر زايد، ايمن امين بنور، كمال العلويني كمنسق لعب، اسكندر زايد، كمال العلويني، يمين بنور، وتقدم شوفوا كيفاش دفاع المنتخب المصري على 9 امتار. ممتاز كمال العلويني، لكن فما دخول بقوه، لازمنا اكثر ما يمكن نلعبوا خاصة ما زلنا في الشوط الاولاني. محمد علي يعني كل لاعب بحسابه فوق الدفاع. برافو عليك مكرم الميساوي، برافو عليك. اي لا عاد تتبعوا الكرة على الاقل. مكرم الميساوي تصدى الكرة ومش لازم يتنرفز مكرم الميساوي. شوفوا بعيد كان محمد يحسنوا الفانت على ساقيهم الان كونترا على الاقل يساهم، لانه يصعب التصويب من البعيد مع دفاع. لا عاد لا يا اسكندر، لا يا اسكندر، كل شيء الا الكرة في يد المنافس، في يد المنافس معناها هدف. العلويني عاونوا يا بيفوات، عاونوا يا لاعبين الديره، توصل الكرة للجناح رفيق باشا، برافو. صعوبة قاعد يلقى في الحلول علي الزين. لا مش كل مرة فما مكرم الميساوي، لكن لا ومرة أخرى برافو عليك، برافو عليك. وقت اللي يختل التوازن في الدفاع نلقاو حارس كبير اسمه مكرم الميساوي. في ال10 ثواني هذوما رجع من مباشرة، ترجع مباشر. محمد السوسي يحاول دافعين من غير تمرير مباشرة لأنه الوقت وفاء، يحاول يصوب كما قلنا انها تنجم تتسجل حتى بلقطه فنيه ما نعرفوش. امين بنور وسجل، ياسر حلوه الكوره، برافو. الدفاع يقوم بدوره كما يلزم، دخول بقوه، محمد السوسي رغم انه خرج مرتين لمرتين انه وصل على التعويل عليه. هاي نسجل الكره هذه اسامه الجزيري ينجح في تسجيل. بصراحة شوفوا كيفاش راوغ الجميع عمل المدرب، كانت عملية فردية على كل. مازال الوقت ينجم يحاول. أسبقية المنتخب التونسي استبعاد بدقيقتين لمروان شويرف، يبدو رأي علي زين طويلة كانت ذكية التمريرة، لكن الحمد لله ما يمرش لاعب الجناح. تعويل كلي على السواعد والمنسق، ما ريناش برشا. اي لقطة فنية من هذا اللاعب علي زين، لاعب ممتاز. نشوفوا عمل فان دو باس، اتاو نشاهدوا شوفوا فان دو باس. يلزمنا نحافظوا على الفارق هذايا باش نقعدوا احنا نلعبوا باسبقيه وراحه نفسانيه. ممتاز منقوص من او الفارق مش لصالحه. شوفوا كيفاش السرعه
الجناح رغم الزاوية فارق لأول مرة. كل كرة بدمها، كل كرة في بلاصتها. برافو برافو، ملا تسديدة على الثبات من أسامة الجزيري. وممتاز ينجح الجزيري، ممتاز الجزيري لأول مرة. إذا الفارق 3 أهداف، 3 أهداف فارق لأول مرة. يلا يا أسامة حسني، سوسي السوسي الجزيري ينجح، والهدف 24 أو 25 22 3 أهداف فارق للمنتخب التونسي. سيناريو ولا أروع ولا أروع قبل 4 دقائق على نهاية المباراة. أعصاب يلزمها أعصاب من حديد. برافو يا مكرم الميساوي، برافو عليك يا رجال. مكرم الميساوي كرة جميلة، تصدي جميل لمكرم الميساوي. استبعاد بدقيقتين لأسامة حسني، يبدو لي الاستبعاد الثالث. انكم تلعبوا في تونس رغم انكم لاعبين شبان، برافو عليك، لكن 7 أمتار لأنه دخول في المنطقة. كان أنا أعصابي أنا محمد علي بوزقرو في الاستوديو هكا كيفاش اللاعبين اللي في ليبروفيل يسجل على كل 23 25. مازال 3 برشا في كرة اليد، برشا في اللعب في كرة اليد، راي 3 دقائق برشا على هذاك. الكرة هذه هامة وهامة جدا، نقعدوا ديما 3 أهداف لأنه 2 أهداف أمام 3 دقائق. مازال لعب، مازال برشا لعب في كرة اليد. في انتظار مراسم تتويج المنتخب الوطني التونسي بالبطولة الإفريقية العاشرة في تاريخ المنتخب الوطني التونسي، أيضا ضد المنتخب المصري في مصر بالذات، واليوم في كرة اليد، وإحنا في بطولة العالم في روسيا في كرة القدم. برافو للرياضة التونسية. تونس بصغر حجمها كبيرة برجالها، واليوم رجال تونس يروحوا بالبطولة الإفريقية من الجابون جائزة أفضل المنتخب المصري. حمد علي جائزة أفضل حارس مرمى لمكرم الميساوي أمامنا، يتسلم الجائزة هذه في انتظار كذلك رفيق باشا باش ياخذ جائزة أفضل جناح أيسر. هاو أمامنا 2 متوجين بالبطولة. تتويج رغم التشكيك في بعض الأحيان في قيمة المنتخب هذا، كسبوا خاصة رهان التشبيب لأنه عمرو بن عبد الله يساوي افضل حارس في هذه البطوله. خلى انطباعات ممتازه في هذه الدوره 23 للبطوله الافريقيه. خالد الحاج يوسف، برافو، تحيا تونس، ان شاء الله تونس ديما متوسه. رفرف في علم بلادي في الجابون. تحيا تونس مره اخرى، الف مبروك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نتمنى انكم تمتعتوا بالبطوله الافريقيه هذه على الوطنيه الاولى. شكرا لك زميلتي لميا زوادي. الف مبروك للمنتخب التونسي والنشيد الوطني التونسي في ليبروفيل. تونس بطله افريقيا 2018.